أهلا بكم ومرحبا مشاهدينا الكرام إلى هذه الساعة الإخبارية المغاربية هذا المساء وفي عناوينها. في ختام زيارة عمل رسمية إلى واشنطن وفي توسيع لشراكاتهما العسكرية، المغرب والولايات المتحدة يوقعان خارطة طريق للتعاون في مجال الدفاع لفترة تمتد إلى 10 سنوات. ونبقى في الشأن المغربي مشاهدينا الكرام، إذ أكدت الممثلة السامية للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية نائبة رئيس المفوضية الأوروبية كايا كالاس الموقف الأوروبي الجديد بشأن الصحراء الغربية، واعتبرت أن حكما ذاتيا حقيقيا يمكن أن يمثل الحل الأكثر قابلية والأكثر للتطبيق من أجل التسوية النهائية لهذا النزاع وفق ما أوردته الخارجية المغربية. أهلا بكم مشاهدينا الكرام ومرحبا من جديد. في ختام زيارة عمل رسمية إلى واشنطن، وقع المغرب مع الولايات المتحدة خارطة طريق للتعاون في مجال الدفاع لفترة تمتد إلى 10 سنوات بين 2026 و 2036 بمناسبة انعقاد الاجتماع الرابع عشر للجنة الاستشارية للدفاع المغربية الأمريكية. معي بهذا الصدد مشاهدينا الكرام من واشنطن مراسلنا علي بردة. علي، أهلا بك ومرحبا. ماذا عن توسيع المغرب والولايات المتحدة لشراكاتهما العسكرية؟ أولا حكيم، هذه الزيارة بالغة الأهمية لأنها تأتي في الذكرى السنوية 250 لاحتفال الولايات المتحدة باستقلالها، وفي الحقيقة بالعلاقة التي بدأت منذ ذلك التاريخ، أي منذ 250 عاما بين المملكة المغربية والولايات المتحدة. الوزير المنتدب للدفاع الوطني في المغرب عبد اللطيف لودي كان بالإضافة إلى الفريق محمد بريد المفتش العام للقوات المسلحة التقيا وزير الدفاع الأمريكي أو وزير الحرب الأمريكي الآن في الحقيقة بيت هيكزت، ووكيل وزارة الحرب كوليدج كولبي لتعزيز هذه الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في مجال الدفاع، في مجالات الدفاع والصناعات الدفاعية والأمن السيبراني. هذه الزيارة التي امتدت من 14 من أبريل نيسان إلى 16 منه كانت شهدت الكثير من المشاورات فيما يتعلق بالشؤون الدفاعية والصناعات الدفاعية والأمن السيبراني بين البلدين الحليفين، وجرى الاتفاق على اتفاق ل10 سنوات، أي لعقد كامل من التعاون الجديد بين الولايات المتحدة والمملكة المغربية في مجالات عديدة، بما في ذلك قضايا متعلقة بمكافحة الإرهاب والحفاظ على الأمن والاستقرار في منطقة شمال أفريقيا وعبر المحيط الأطلسي بين الولايات المتحدة والمملكة المغربية. هناك الكثير من التفاصيل المتعلقة بهذه الاجتماعات التي عقدها الوفد الدفاعي المغربي في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى أشكال أخرى عبر وفود مختلفة تزور حاليا من المغرب إلى الولايات المتحدة. أشكرك جزيل الشكر علي بردة مراسلنا متحدثا من واشنطن. ونبقى في الشأن المغربي مشاهدينا الكرام، إذ أكدت الممثلة السامية للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية نائبة رئيس المفوضية الأوروبية كايا كالاس الموقف الأوروبي الجديد بشأن الصحراء الغربية، واعتبرت أن حكما ذاتيا حقيقيا يمكن أن يمثل الحل الأكثر قابلية والأكثر للتطبيق من أجل التسوية النهائية لهذا النزاع وفق ما أوردته الخارجية المغربية. معي بهذا الصدد مشاهدينا الكرام من الرباط مراسل إذاعة مونتي كارلو الدولية جلال المخفي. جلال، أهلا بك ومرحبا. ماذا عن التفاصيل؟ مساء الخير حكيم. تحمل هذه الزيارة دلالات سياسية بالغة الأهمية
اللقاء الذي انتهى في وزارة الخارجية المغربية لم يكن مجرد لقاء بروتوكولي، بل محطة لتثبيت دعائم شراكة استراتيجية بين الرباط وبروكسل. وسياق الزيارة يأتي في وقت يسعى فيه الاتحاد الأوروبي إلى تعزيز تحالفاته مع القوى الإقليمية الموثوقة في ظل التوترات الجيوسياسية الراهنة. المغرب اليوم بالنسبة للأوروبيين حسب المراقبين ليس مجرد جار، بل هو صمم أمام في قضايا الأمن، الهجرة، وخصوصا الطاقة المتجددة. عن أبرز مخرجات هذا اللقاء يمكن تلخيصها في 3 نقاط أساسية. أولا، قضية الصحراء كما أشرت في تقديمك كانت حاضرة بقوة، حيث جددت كالاس موقف الاتحاد الأوروبي الداعم لمبادرة الحكم الذاتي كحل جدي وذي مصداقية، وهو ما يعد حسب المراقبين استمرار الزخم الدبلوماسي الذي حققه المغرب داخل العواصم الأوروبية الكبرى. القضية الثانية هي الأمن الإقليمي، حيث ركز الجانبان على الوضع المتدهور في منطقة الساحل وجنوب الصحراء. الاتحاد الأوروبي يعول على الدور المغربي في مكافحة الإرهاب وأيضا ضبط تدفقات الهجرة غير النظامية. والملف الثالث يتعلق أساسا بالانتقال الطاقي، حيث أشادت كالاس بجهود المغرب في مجال الهيدروجين الأخضر، وهو ملف حيوي للقارة العجوز الساعية في الوقت الراهن لتنويع مصادر طاقتها بعيدا عن الغاز الروسي، وأيضا في ظل الأزمة الطاقية الحالية بسبب الحرب الأمريكية الإيرانية وإن هدأت. باختصار حكيم، هذه الزيارة التي تستمر يوم غد تهدف إلى إرسال رسالة مساعدها أن الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي دخلت مرحلة التحالف الاستراتيجي الشامل، متجاوزة التحديات التقنية والقانونية التي طبعت المرحلة الماضية. أذكر بهذا الخبر الذي وردنا قبل دقائق فقط من هذه النشرة. الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية كايا كالاس تجدد الموقف الداعم للحكم الذاتي. تقول أن الحكم ذاتيا حقيقيا يمكن أن يمثل الحل الأكثر قابلية للتطبيق من أجل التسوية النهائية لهذا النزاع الإقليمي. هكذا تقول وفق ما نقلته وزارة الخارجية المغربية. جلال المخفي، مراسل إذاعة مونتي كارلو الدولية متحدثا من الرباط، شكرا جزيلا لك. في تطور وصف باللافت، قرر قاضي التحقيق في مدينة فاس ملاحقة 21 شخصا وإيداع 8 أشخاص منهم السجن على خلفية فاجعة انهيار عمارتين سكنيتين في ديسمبر الماضي، والتي أودت حينها بحياة 66 شخصا وخلفت جرحى وحالة من الصدمة في العاصمة العلمية للمملكة وفق ما أوردت وسائل إعلام مغربية. يا اخوتي خواتاتي، مرحبا بكم في قناتنا وقناتكم. كنكونوا وصلنا لنهايه لا فيديو وكنكونوا رجعنا لكم من جديد. شاهدتوا معايا الاعلام العربي صراحه بغا يتسطى بسبب الانجازات ديال المملكه المغربيه. صراحه كيشوفوا باللي المغرب هرب عليهم بزاف. المهم خوتي خواتاتي، كنتمنى تكون كتستمتع بمقاطع الفيديو اللي كنشروها في القناه، وما تنساش خلينا الدعم ديالك بواحد التعليق اسفل الفيديو، راه كنقرا كاع التعليق. كنبغي نشكركم بزاف، وفرق عليا كيف العاده ديك اللايك. نتشوفوا في فيديو جديد اخوتي. تشاو.